في الاستوديو رحب بصالح المطلق اللاعب الدولي السابق. اهلا وسهلا بك كابتن، حياك الله. اذا النصر يبدا مشواره في الدوري من بريده، لكنه قدم نفسه بشكل مقبول، نال استحسان كثيرين في كاس السوبر، الفوز على الاتحاد والخساره حتى لو كانت بركلات الترجيح ليست بالنتيجه السيئه في بطوله السوبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله محمد، واهلا بالساده المشاهدين. يا هلا وسهلا، حياك. صحيح، بالنسبه للنصر، الكلام على النصر الان تحديدا، البدايه في السوبر او مباريات السوبر امام الاتحاد والاهلي كانت يعني مقنعه لدرجه كبيره، خصوصا باضافه الاسماء الجديده واسماء كبيره. وبالتالي احنا تكلمنا انا وياك يمكن لما جت مناسبه السوبر ان السوبر كمباراه تنافسيه تعتبر يعني مقياس تقييم المعسكرات والاعداد وكذا، لان مباراه تنافسيه وفيها جائزه السوبر. ولكن الان لا، العكس تماما. هنا عاد الشيء اللي هو متفق عليه في جميع انحاء العالم، الدوري هو المحك الاساسي. بالتالي النصر الان يفترض انه بعد التجارب او بعد تجربه السوبر وخلال المعسكر المباريات اللعبه انه الان يظهر مظهر مختلف تماما عما يعني سبق الحقيقه، او خلينا نقول الاشياء اللي حدثت يعتبرها اخطاء، لان الواضح جدا في النصر ان البحث عن بطوله باي شكل من الاشكال. يعني هذا بالتاكيد كابتن يشكل ضغوطات كبيره جدا على اللاعبين، يشكل ضغوطات كبيره جدا على الاداره، على الجهاز الفني. وبالتالي شاهدنا مثلا تصريح او ما كتبه كريستيانو رونالدو على حسابه في اكس انه يدعو الجمهور انه يكون مع الفريق في الموسم الحالي بدءا من مباراه اليوم. واضح انه الجميع يبحث عن تحفيز اكثر من الضغط وانتظار بطوله ومطالبه الفريق بتحقيق بطوله باسرع ما يمكن. تعرف محمد، المشكله الاساسيه في النصر الان واللي واقع فيها الجميع هي البحث عن بطوله باي شكل من الاشكال. يعني كأن الهدف الآن، طبعا الكلام هذا قد يكون غريب انه يعني طبعا وش العالم كله تبحث عن بطولة، صحيح، لكن الطريق للوصول للبطولة انا اعتقد البوصلة ضايعة في النصر. لانه حتى انك وخصوصا في الفرق الكبيرة اللي مثل النصر، الفرق العملاقة، قضية البطولة بالنسبة لها هي مرحلة تأتي ما بعد مرحلة الجودة. يكون الفريق في مرحلة الهوية فيه واضحة جدا. احنا نتكلم عن الهوية، تكررنا الكلمة هذه كثير، وهي مجموعة المزايا اللي انت تحلى فيها، مزايا كثيرة سواء كانت فردية وجماعية وحتى تاريخية وجماهيرية وإدارية، من الكلام ذا كله. هذا مجموع المزايا ذي تعطي هوية الفريق، سواء كانت الهوية التاريخية أو هوية لداخل الملعب. جميل. أكمل الناحية هذه لأنها مهمة في نادي النصر. في الفترة هذه اللي حققت فيها الفرق اللي هي تعتبر الفرق الأربعة أو ما يسمى فرق الصندوق الموسم اللي فات البطولات، واصبح الآن الهاجس بالنسبة للنصر وإدارة النصر وأيضا جمهور النصر تحقيق بطولة بأي شكل من الأشكال على حساب الجودة. جميل. النصر فاقد البوصلة، ليس هناك جودة الحقيقة، بالتالي راح تستمر المسألة بالنسبة لهم جري وركض وارتكاب أخطاء. جميل. بالتالي أنت شايف الآن إضافات كثيرة وتعديلات كثيرة، وحتى الآن ما في إقناع، لأن الفقد الأساسي والمهم بالنسبة للنصر هو البحث عن الجودة، جودة العمل وجودة الفريق الفني داخل الملعب، وبعدين تجي البطولة. جميل. حيبدأ النصر موسمه أو مبارياته في الدوري بملعب صعب، بفريق صعب. التعاون في الموسم الماضي الفريقين تقابلوا ذهابا وإيابا، تعادلوا في قصيم وفي الرياض. هذا التعاون وش تنتظر منه تشوفه هالموسم؟ والله التعاون، شوف احنا ما ندري، طبعا في تغييرات كثيرة على التعاون. يمكن شاموسكا بالضبط، هو رجوع شاموسكا هو إضافة أنا أعتبرها. يعني أنا الحقيقة من الناس المقتنع جدا بأداء وقدر وذكاء شاموسكا الحقيقة في التاريخ كله اللي مر فيه في الخليج عندنا أو في دورينا. لذلك التعاون معودنا الحقيقة على أنه يكون هناك النزال أو اللعب أمام الكبار، يكون الند للند ومحاولات دائما، وعندهم مجموعة لاعبين يعني ممتازين الحقيقة، على رأسهم الأفضل أنا بالنسبة لي الموسم اللي فات اللي هو أشرف المهديوي صحيح في خط الوسط كقائد. بالتالي راح تكون المباراة أيضا مهي بسهلة، خصوصا أن الفرق دائما، الفرق اللي مثل التعاون وغيرها اللي تقابل النجوم دائما تبحث عن أنها
عن ذاتها. صحيح. بالتالي هناك إضافة كبيرة الآن في نادي النصر من ناحية النجوم. أنا أعتقد الأمور الفنية كلها رايحة وصالح النصر، لكن لا يستبعد تماما تاريخ التعاون وكل اللي قاعد يقدم التعاون في المواسم السابقة ممكن غدا أنه يكررها سواء تعادل أو حتى فوز. جميل، شكرا جزيلا لك في الاستوديو اللاعب الدولي السابق صالح المط. حياك.